اهلا بكم في برنامج على مستوى اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. اسامه حسن قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعطل نفسي، وعملوا ده مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه فرنسا ومنبع للتعصب وفتنه فرنسا، طبعا شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعطل نفسي، وعملوا ده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يأثير الجدل بكلام تعصب فتنه وبيحب الترند والله. طبعا اسامه حسن طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلام بينم عن التعصب فتنه فرنسا. طبعا كان كله كذب وافتراءات عن النادي، حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعطل نفسي، عملوا ده نفسيه بجد يعني. طبعا اسامه حسن طبعا هو بيتوش بيتراهم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تصميم نافع ومدرس وكذاب انه بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما بيتجنن ده ان ده عمل مشكله من عدم السنين انه بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب وحاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه، حاجه بتاعت السفتنا. تعال شوفها كده. ايه يا جماعه القنبله اللي في نادي الاهلي دي في اوضه اللبس؟ قال لك هنغير وهنعمل وهنسوي، طلع علينا بقى لعيبه ايه؟ ولا واحد عايز يجدد، ده فيهم محمد هاني كمان يبقى قايد مش عايز خمسينيه. الله، ما في العقود بقى ونزول العقود والاوضه مفيش حاجه نزلت، ده بالعكس دي زادت. يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي هيفضل مجننك ويفضل مربي خفيف. الحقيقه الاهلي هيفضل عامل لك مرض نفسي يا اسامه حسن، هيفضل عامل لك مرض نفسي ويفضل مجننك ويفضل مربي لك الخفيف دايما على طول. اسامه حسن طلع بيقول اللي هو كلام كله اوهام وحقد وغل في النادي الاهلي. طلع بيقول ان في قنبله جوه، قنبله موجوده جوه النادي الاهلي، ان هم بيقول لك الاهلي نزل عقود ومفيش، بيقول لك مفيش الكلام ده، هاني مش عايز يجدد، محمد هاني مش عايز يجدد، مش الكلام ده، محمد هاني جدد. اللي زي ده اصلا يعني مش عارف اي حاجه، حافظ له كام كلمتين طلع بيقولهم كده وخلاص، لكن هو لا فاهمهم ولا عارفهم ولا عارف حاجه اصلا. بس حسن اصلا ده لا فاهم حاجه ولا فاهم حاجه ولا عارف حاجه. وبعد كده يطلع يقول لك العقود ومش عارف ايه ومفيش الكلام ده. مين اللي قال لك مفيش الكلام ده؟ ليه واحنا زيكم؟ ليه واحنا زيكم يا اسامه حسن؟ عايز اقول لك يعني اللي زي دول بيبصوا دايما للنادي الاهلي، لان قلت لكم قبل كده دايما بيكرهوا الناجحين. هو النادي الاهلي دايما ناجح فهم بيكرهوا الناجحين، فدايما بيبصوا للنادي الاهلي دايما، ودايما بيكرهوا النادي الاهلي. فعايز اقول لك يا اسامه حسن قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي شوف نفسك يا اسامه حسن، يعني شوف بلاويك وشوف قد ايه عندكم مشاكل قد كده. بس انت ما تتكلمش عن الزمالك، انت بتتكلم عن الاهلي. الاهلي دايما اللي مربي لك على خفيف ومجننك. وطلع يقول لك محمد هاني اللي وجعه، يقول لك ما جددش، ويقول لك مش عارف كلام يعني كله ضحك والله العظيم، وكله حقد وغل وكله اصلا اوهام ومش عارف هو بيقول ايه اصلا. واحد اصلا حافظ له كلمتين لكن هو لا مش فاهمهم، هو بيقولهم كده وخلاص، لا فاهم حاجه ولا عارف حاجه يعني. عايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي دايما هيفضل مربيك خفيف ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن طبعا هو يحب يسير الجدل بكلام تطلع صفتنا وبيحب الترند والله. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره النادي الاهلي وحافظ عن النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنى عليك بكره برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.